هذه جمعية أحباء باجة اليوم شعلت الشمعة في نهج الطاهر الحداد، وشعلت حكوك فيها مادة مشتعلة باش تبعث رسالة للبلدية نتاع باجة والسلطات في باجة باش يصلحوا الضوء في البلاد، لأنه الوضع ما عادش يحتمل، البلاد كلها ظلمة وحتى مسؤول ما حب يتحرك ويصلح الضوء في البلاد. هذا نهج الطاهر الحداد، هاكا معناها جوست ربع ساعة اللي تطفى المادة المشتعلة هذه. هذا هم أولاد الجمعية، هاي بديع، شذاء، شيماء، كريم، نادر، حمدي، أشرف. علاش عملتوا هكا اليوم؟ خاطر برشا فوضى في البلاد ما فماش ضوء. ما فماش ضوء؟ شكون اللي لازم يصلح الضوء؟ بالطبع البلدية. البلدية لازم تصلح الضوء، وانتم تو شعلتوا الشمعة هذا والليسونس هذا باش توصلوا ميساج البلدية باش تصلح الضوء. يعطيكم الصحة. الله يعين. بالله هذه جمعية أحباء باجة شعلت الشمعة والضوء في الكياس لأنه أظلم، وأنت تسوق في سير تاكسي وباجي، أنت شنو رأيك في اللي قاعد يقع؟ اللي عملوه اللي قاعد يقع، سواء البلدية ما تحب تصلح الضوء ولا سواء الجمعية هذه اللي قاعدة تحب توصل ميساج البلدية، بلدية صلح الضوء، شنو رأيك أنت؟ الضوء والطرقات خويا حالة بصراحة حالة مخيفة. والضوء؟ الضوء منعدم تماما. البلاد ظلمة معناها. ياسر ظلمة. يا ربي عين. هذا نهج الطاهر الحداد، عنده أكثر من عام هكا الدنيا ظلمة، ما حبوش يصلحوا، ما حبوش يعملوا الوانف. صح شريف، شنو رايك في البلديه اللي ما تحبش تصلح الضوء والبلاد كل ظلمه؟ اش قولك في اللي يعملوا فيه الاولاد؟ لا عندنا كياسات ولا عندنا بلديه، قلت حنا بلديه نسلوا بالزبل كل الضرب. ماناش ضربتك راه ما كياسات لا مو الحر. وانا بالحق حاتم خلي بالك تلعبوا ثلاث برشليه لا عندنا كياسات شيء ما ولا بالحق باش نمشيو بالفيلم ما عادش نتقبل ولا بلاش باش اي واحد عايش في الجبل قسما بالله. معكم ربي ميرسي.